أخبار من الفضائية الإريترية وفيها تخريج 248 طالب بالبكالوريوس والدبلوم. نجاح حملة تطعيم شلل الأطفال. استهداف قاعدة في عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين. اعتقال بعض منفذي عملية اغتيال رئيس هايتي. دبي تفتتح تحقيقا في أسباب انفجار تسبب بحريق على متن السفينة. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم 8 من يوليو في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 18 مواطنا بفيروس كورونا. في غضون ذلك توفي مريض كورونا في عمره 87 عاما في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6242، شفي منهم 5808 وتوفي 28 مريض كورونا، فيما لا يزال 406 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 8 من يوليو لعام 2021. خرجت كلية إعداد المعلمين بأسبرة 248 طالب بدرجة البكالوريوس والدبلوم اليوم 8 من يوليو في مختلف المجالات، وتخرج 130 من هؤلاء الطلاب بدرجة الدبلوم العالي و114 بالبكالوريوس و4 بالدبلوم. وأوضح عميد الكلية دكتور يوناس مسفين في مراسيم التخريج التي جرت بتطبيق الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا أن الطلاب تخرجوا في مجالات إدارة التعليم وعلم النفس وتعليم العلوم الاجتماعية والآداب الإنجليزي والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء والعلوم واللياقة البدنية. وذكر أن الكلية ظلت تنشط منذ العام 2018 في التعليم للدراسات العليا للمساهمة الفاعلة لإعداد معلمين أكفاء وتخريج طلاب يتحلون بالكفاءة والمقدرة العالية. وأوضح الخريجون أن مهنة التعليم أساس جميع المهن، منادين لتمهيد الأرضية لهم لاكتساب مزيد من المعرفة وتطبيقها عمليا. وانتقلت كلية إعداد المعلمين إلى أسمر عام 2018 بعد انفصالها عن معهد إريتريا للتقانة بماي نفحي. أعلن مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاش باركا السيد محمد علي إبراهيم بأن الجهود الجارية لتوسيع فرص التعليم وحصول المواطنين على التعليم عن قرب حققت نتائج مرضية. وأشار السيد محمد علي إلى أن الاستثمار الجاري في مجال التعليم ساهم في ارتفاع عدد المدارس من 60 مدرسة قبل الاستغلال إلى 546، وساهمت في فتح فرص تعليمية واسعة عبر إدخال برامج تعليم الكبار. وأوضح بناء مدارس ابتدائية ومتوسطة في كافة المناطق وبناء 21 مدرسة ثانوية في إطار الجهود الجارية لتوسيع المراحل الثانوية وفتح 446 نقاط محو الأمية. وقد وصل عدد الطلاب الذين كانوا 12700 طالب في العام الدراسي 1991-1992 وصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 152 ألف طالب وطالبة. وأوضح السيد محمد علي فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحسين جودة التعليم ونتائجه تنفيذ برامج مختلفة لتحسين البنى التحتية والتعليمية والمستلزمات الدراسية وأسلوب التدريس ورفع مستوى الخدمات التعليمية، ونتاج لذلك تقدم غالبية المدارس التعليم في مدارس عصرية وحديثة. وبفضل المساهمات الأهلية والتحسينات الجارية باستمرار حققت العملية التعليمية تغييرا نوعيا. في الختام ذكر السيد محمد علي الدفع بقوة للمساهمات الأهلية لتوسيع ومضاعفة الفرص التعليمية والقيام بجهود منسقة للتقليل من العادات البالية المؤثرة سلبا على العملية التعليمية.
أعلن مكتب وزارة الصحة في مديرية أفعبت نجاح حملة التطعيم التي جرت من 23 وحتى 30 من يونيو الماضي ضد شلل الأطفال وفيتامين ألف بنسبة 97%. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيدة إسرات أمينة تطعيم أكثر من 6000 طفل في 53 نقطة تطعيمية بالمديرية وتقديم فيتامين ألف لحوالي 15000 طفل. وقال أن المناطق النائية التي لا تدخلها السيارات جرى التطعيم فيها بالسير على الأقدام والدواب. وأشاد بمساهمات إدارة مديرية أفعبت بالتجهيزات وتعاون الشعب وإدارات الضواحي. وتفيد وثائق وزارة الصحة تعميم تطعيم الأطفال المولودين من شهر فبراير عام 2016 لأول مرة ضد شلل الأطفال بالحقن في الفترة من 23 وحتى 27 من يونيو على مستوى البلاد وتقديم فيتامين ألف للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات. وجهت دعوة تنسيق جهود مختلف المؤسسات للسيطرة على اقتلاع الأشجار وأنشطة تفحيم الحطب في مديرية حقات. وقد وجهت الدعوة لعمل إدارة المديرية مع الإدارات بوضع خطة مشتركة لمكافحة أنشطة التفحيم. جاء ذلك بعد ضبط 52 جملا محملا بالفحم والسعف في شهري مايو ويونيو قادما من إقليم القشبركة في جنح الظلام إلى كرن. وقال مسؤول مراقبة الثروة القابية والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلية في سايي ضبط 10 جمال محملة بالفحم و17 جملا محملة بالسعف في وادي حقات قادمة من علباناي في مديرية أغردات. وضبط أيضا 25 جملا محملا بالفحم والسعف قادما من علباناي ودكسا بإقليم القاشبركة. وقد تم في مديرية حقات في الأشهر الستة الماضية ضبط 165 جملا محملا بالفحم والسعف قادما من إقليم القاشبركة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي أن هجوما ب14 صاروخ استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين في محافظة الأنبار غرب العراق مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق الكورونيل واين مارتو إن قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بصاروخ ب14 صاروخ أدت لوقوع إصابتين طفيفتين موضحا أنه يتم تقييم الأضرار. ويأتي الهجوم قد تعرض مطار أربيل الدولي الذي تقع على مقربة منه القنصلية الأمريكية في عاصمة إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة دون أن يسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بحسب ما أعلن سلطات الإقليم. ولم تتبنى أي جهة هذه الهجمات التي باتت شبه يومية. أفادت شرطة هايتي أن 4 من المرتزقة الذين اغتالوا رئيس البلاد جوفنيل مويز في هجوم مسلح استهدفوه في عقر داره بالعاصمة بورتو أورنيس قتلوا في حين اعتقل 2 آخران. وأوضح المدير العام للشرطة الوطنية في تصريح عبر التلفزيون إن 4 مرتزقة قتلوا و2 اعتقلا وتم تحرير 3 شرطيين كانوا محتجزين رهائن. وتابع أن الشرطة طاردت قتلة الرئيس مع أن نفذ عملية الاغتيال التي أسفرت عن مقتل مويز وإصابة زوجته بجروح خطيرة. وإثر اغتيال مويز أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف توليه مهام السلطة وفرض حالة الطوارئ ودعا مواطنيه إلى الهدوء في بلد يعاني من أزمات سياسية ويشهد مواجهات بين عصابات. وأعلن سفير هايتي لدى واشنطن وكيت إدمويند إن من اغتالوا رئيس البلاد مرتزقة محترفون تنكروا في زي عناصر أمن أمريكيين. وإثر اغتيال مويز أغلقت جمهورية الدومينيكان حدودها مع هايتي. تحقق سلطة دبي في أسباب انفجار تسبب بحريق على متن سفينة حاويات تحمل مواد قابلة للاشتعال في أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما تردد صداه في أرجاء المدينة الخليجية وأحدث أضرارا لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.
وحرع عناصر جهاز الإطفاء إلى موقع الحادث الذي وقع في ميناء جبل علي، وتمكنوا من السيطرة عليه في أقل من ساعة ثم إخماده تماما، حسب ما أفادت السلطات المحلية التي أشارت إلى أن طاقم السفينة وعددهم 14 خرجوا سالمين. وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري لقنوات تلفزيونية محلية أن السفينة كانت تحمل من 130 حاوية على متنها، وثلاث منها كانت تحوي على مواد قابلة للاشتعال. سار بركان أثينا من جديد في إيطاليا، وانتشر الرماد البركاني على مدرج مطار كاتانيا، مما أدى إلى إغلاقه مرة أخرى، حيث لن تتمكن أي رحلة من الهبوط أو الإقلاع. وأفاد سلطة المطار أن ثورانا جديدا في أثينا أجبر تعليقا مؤقتا على جميع الأنشطة في مطار كاتانيا القريب من صقلية بسبب مشاكل الرؤى الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة للرماد المنبعث من البركان. وتسبب النشاط البركاني لأعلى بركان نشط في أوروبا في حدوث مصدر للحمم البركانية في الحفرة الجنوبية الشرقية، وترافق الانفجار البركاني مع سحابة لا يقل ارتفاعها عن 5 كيلومترات، مما تسبب في هطول غزير من رماد الحمامة البركانية التي وصلت إلى عدة مدن إيطالية بما في ذلك كاتانيا. وهذا تذكير بأهم العناوين. إصابة 18 مواطنا بفيروس كورونا. تخريج 248 طالب بالبكالوريوس والدبلوم. نجاح حملة تطعيم شلل الأطفال. استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين ب14 صاروخا. اعتقال بعض منفذي عملية اغتيال رئيس هايتي. دبي تفتح تحقيقا في أسباب انفجار تسبب بحريق على متن سفينة. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.